سلام، إن شاء الله تكونوا بخير. وصفة اليوم كروكي بمربى الفراولة، يجي خفيف وهشيش يذوب في الفم. تبعوا معايا الوصفة وطريقة التحضير. عندي كاس تاع صفار البيض، كاس غير ربع سكر، ملعقة كبيرة فاني. نضربهم مليح بالباتور حتى يولي لون الخليط تقريبا أبيض. أنا هنا استخدمت صفار البيض لخاطر البياض استخدمته في وصفة أخرى فقط. نتوما تقدروا تستبدلوه بزوج حبات تاع بيض. ونزيد نضيف كاس تاع زيت ونخلط مليح باه يدخل الزيت معاهم، ومن بعد الكروكي تاعنا ما يطلقش الزيت. ونشيح بالفارينة. حطيت 3 كيسان مع ساشي خميرة كيميائية. نحاول نجمع مليح وندخل الفارينة باه نشوف إذا ما زلنا نحتاجه ولا لا. رايحة نزيد ربع كاس ونخلط حتى نتحصلوا على عجينة اللي تكون طرية، ما لازمش تكون ناشفة بزاف ولا يابسة. يعني في الوصفة تاعي استخدمت 3 كيسان وربع كاس فارينة. وكما قلت لكم في بداية الوصفة، إذا ما عندكمش صفار البيض تقدروا تستبدلوه بزوج حبات بيض مع كاس غير ربع سكر، نصف كاس زيت، زوج كيسان ونصف فارينة، وساشي خميرة كيميائية. وبعد ما تحصلت على العجينة رايحة نقسمها على 3 أجزاء. كل جزء رايحة نشكله حربوش يكون الحجم تاعو متوسط، ماشي رقيق بزاف وماشي خشين. ونحطهم في البلاطو تاع الفرن اللي كنت حطيت عليه ورق الزبدة، ولا تقدروا تدهنوا البلاطو فقط بشوية تاع زيت. وكل حربوش رايحة نضغط عليه بأطراف الأصابع فقط، ومن بعد نشكل فراغ في الوسط اللي راح نعمره بمربى الفراولة ولا أي نوع يكون متوفر عندكم. وندهن الجوانب بصفار البيض مع شوية تاع قهوة. ندخل البلاطو تاعنا فرن ساخن على 180 درجة كي يطيب من الأسفل ونشوفوا الجوانب حمارو. نطفيو ونشعلوا عليه من فوق حتى يدي هذيك التحميرة. وبعد ما طاب الكروكي خرجته من الفرن، خليته برد شوية ونرش عليه سكر ناعم. ونزيد نحط له في الوسط مربى الفراولة، تقدروا ما تزيدوهش، يعني هذه إضافة فقط. ونقطعوا الكروكي وهو دافي، ما تخليوش حتى يبرد راح يتكسر لكم. وهذه هي وصفتنا لليوم. ما كانش دار جزائريه ما فيهاش الكروكي، ديما حاضر في الفطور ولا في قهوه العصر ولا حتى في المناسبات. نتمنى تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم خلوا لي رايكم في التعليقات. واذا اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا في القناه، فعلوا جرس التنبيه باه يوصلكم اي جديد راح نحطه. وبصحتكم.